چه بخواسم دل کردستانه دل کردستانه خدانا سردمه ایگو 58 را به نوبر بر خدانه کی به هم پر کرن ام سلاف دکن ایگو 58 را دا شهیدین شورشه ایگو جیانا خوش دست دانن امان ببیرتینن ببر رحه بر خدانا سردمه به همو پیکاتیا جو کرد جو عرب جو سوریان جو ارمنیا به همو پیکاتی خواه امه لهمبری داگرکاری تک ببن به جوان کرد به جوان عرب به جوان سوریان به جوان ارمنی به جوان اشوری امه شورش بسرخینن امه داگرکاری گوتک ببن هیرو خیال دولت ترکیه دخوازه خیال آخای دولت عثمانی پیک بینه وره ده اما ده دیرو که دا ام تجارا و خیاله گو دولت عثمانی امه نلبن تجارا پیک وره چنکه جبر بری عثمانی گو وره رجلتا ناوین کرد عرب عجم فارس تا چگلی بخوازه همو گو رجلتا ناوین دا هبون و ده دیرو که دل هم بری دولت عثمانی گو برخدانه کی بلند کرن امین هاجی برخدانه بلند بکن. في هذا اليوم المشؤوم في هذا اليوم الذي تم احتلال منطقة عفرين الأبية، عفرين التي ساعدت كل أطياف الشعب السوري، التي استقبلت كافة مكونات الشعب السوري في عفرين. الجميع يعلم كيف تعاملت عفرين مع الثورة السورية، كيف تعاملت عفرين مع جميع الشعوب الموجودة. اجتمعت كل الناس، آلاف الناس اجتمعت في عفرين، والعفرين كانت آمنة، لم تكن توجد شيء في عفرين، لكن الاحتلال التركي، الدولة التركية الفاشية التركية لم تقبل ذلك. بدأت بحبك المؤامرات في المنطقة. بالبداية أرسلت مجموعاتها الإرهابية إلى المنطقة، داعش، جبهة النصرة وجميع القوى الأخرى بعثهم إلى المنطقة، لكن حينما لم يتم تنفيذ مآربها بدأت بالتحرك إلى منطقة الجنوب، منطقة عفرين.